الفيديو ده كومنتات كتيرة جدا فيها أسئلة كتيرة جدا، بس يمكن الأسئلة كلها عادية إلا السؤال ده. طيب، ليه السؤال ده مش عادي؟ لأنه مفيش حد بيدخل حياتك ولا بيطلع من حياتك بدون سبب. القدر قادك إن الشخص ده يدخل حياتك في الوقت ده ويطلع منه في الوقت ده لسبب. انتي مش شايفة السبب، فدي حاجة ممكن تكون عادية لأنك لسه ما صحيتيش، لسه نايمة، لسه الوعي عندك ما جيش، لسه ما نزلتيش القاع. حتى لو شخص معين انت بتقابليه النهارده في يومك اثار فضولك او عصبيتك او مشاعرك او اي شيء جديد عليكي، او مشاعر حتى عصبية بدون سبب او بسبب، ده دخوله في حياتك لسبب. فمفيش حاجة اسمها حد بيدخل حياتي ويطلع منها بلا سبب. انتي محتاجة تتغيري، محتاجة تفهمي نفسك اكتر، محتاجة تطلعي من الدور اللي انتي لابساه لنفسك، دور بقى الضحية، دور المنقذ، دور اللي كان بيفكس. ايا كان الدور ايه، لانه مفيش حد بيدخل حياتك وبيطلع منها بدون سبب. هو بيدخل عشان انتي تتغيري، وبيطلع علشان مفيش حاجة هو يديها ولا انتي عندك حاجة تستقبليها. سواء ست، راجل، بنت، ولد، علاقات بتحصل قدامك كل يوم، استفزاز بتتعرضي له كل يوم، كل ده محتاج ان انتي تتغيري. لكن ان انتي مش شايفة سبب فده عادي، لان مرحلة الوعي لسه انتي ما وصلتلاش، او دقة الباب بتاعة الوعي لسه ما دقتش عليكي. فخدي وقتك وعيشي حياتك وانبسطي، بس لازم تبقي فاهمة ان مفيش حاجة بتحصل بدون سبب، مفيش حاجة بتحصل بدون سبب، كل شيء بيحصل لسبب. واعرفي كده ان القدر بيقودك انك تكوني هنا النهاردة، برسالة هنا النهاردة، لناس معينة هنا النهاردة، وناس معينة هيكونوا رسالة ليكي النهاردة.